السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو اول مرة تشوفوني يا قلبي حطوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة يا حبايبي بقى قاعدة محتارة الصبح بقى، والنهاردة جمعة، النهاردة الجمعة. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي، يا رب بالسعادة والهنا عليكم. فطبعا الصبح بقى ايه محتارين، نفطر ايه وناكل ايه. موشح كل يوم، انتوا عارفينه يا حبايبي، كل بيت كل ام النهارده نفطر ايه، النهارده ناكل ايه. فقلت لهم يا حبايبي انا عندي طبعا كيلو دقيق، هقوم اعمل لكم ايه فطيرتين حلوين كده سخنين في الجو اللي احنا فيه. كان الجو عندنا ساقعه كده سخنين، بدل ما نجيب ايه من بره يا حبايبي. انتوا عارفين الفطيره بره عامله 20 و25 جنيه، بنجيبها من عندنا. قلت لهم بكيلو دقيق، اقل من كيلو دقيق كمان يا حبايبي، هعمل لكم يا حبايبي احلى فطير. حطيت طبعا يا حبايبي نص معلقه ملح، وحطيت معلقه سكر زي ما انتوا شايفين كده يا قلبي. وهنعجن بقى ونلت ونطلع كل غزنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا يا حبايبي النهارده مش قادره اتكلم، واخده دول بقى برد من امبارح، مهمت جسمي ومش قادره وتعبانه يا حبايبي. النهارده ايه يا ام عمرو؟ هو احنا كل ما تتكلمين انا تعبانه اهو. الحمد لله يا حبايبي عن اللي يجيبه ربنا. طبعا شمرنا ايدينا كده، ومعانا ميه للعجن يا حبايبي، وقعدنا نلت ونعجن نلت ونعجن زي ما انتوا شايفين، لغايه ما تكون طبعا ايه عجينه حلوه كده طريه عشان تعرف ايه نتفرد. ويا حبايبي طبعا عندنا الحاجه في البيت، ما نقومش نكسل ونقوم نعمل اللي احنا عايزينه. والله العظيم اوفر واحسن من شراء بره، انتوا عارفين. طبعا الحاجة ما بتكون في البيت، عندك دي، عندك اكل في التلاجة، عندك اي حاجة يا حبيبتي، بتقومي كده انت من نفسك اصلا عارفة اللي انت عندك ايه في البيت. عندك اكل فطار، طبعا عارفة ان انت هتقومي تعملي ايه الصبح للفطار، او قايمة محتارة مش عارفة تاكلي ايه، هتقومي تعمليها يا حبايبي كده. هو طول ما الحاجة في البيت بتنفع. يعني تجيبي الحاجه، تجيبي دقيق وتشيليه، تجيبي مثلا عندي رز واشيله، عندي مكرونه اشيلها. الايام دي يا حبايبي الحاجه في البيت بتنفع بصراحه ربنا. وبالذات يا حبايبي في الشتاء والامطار ديت، طبعا عايزه خزين البيت بتاعك تحطيه عندك، تجيبي عدس، تجيبي مكرونه، تجيبي لوبيا، تجيبي ده. كل حاجه طبعا في البيت يا حبايبي بتنفع. طبعا انا فضيتها يا حبايبي، طبعا ما كنتش متملكه في الطبق. فطبعا لازم تعجني عجين حلو عشان تطلع ناعمة وجميلة، وبتطلع منك الفطير طبعا حلو هش ومورق. لازم تعجنيها كويس خالص. وانا طبعا عملت اقل من الكيلو الدقيق، يا دوبك طلعوا بس ايه 3 فطاير كده حلوين على قدنا كده. والعيال بيقولوا لي يا ماما كنت عملت لنا اكتر، قلت لهم لا حلوين، لو عوزنا هنبقى نعمل تاني، ما بياخدش وقت وسريع وسهل جدا. طبعا انتوا عارفين الفطير. مش قادرة طبعا اخد نفسي بتكلم بقى بسجل الفيديو، والله العظيم ده يا حبايبي بالعافية. وطبعا عشان ما اتأخرش عليكم بقيت طبعا كل كام يوم كده طبعا مش جايبة طبعا همها يا حبايبي. كل ما بتأخر يومين 3 بحس ان الفيديوهات بتقع، وبحس ان الناس خلاص بتنساكي. عايزة على طول اللي انتي تبقي ظاهرة كده في وشهم على طول، تنزلي بمستمر. بس انا والله العظيم ربنا اللي يعلم بيا ما بقدرش والله يا حبايبي ان انا اعمل كل يوم فيديو، او كل يوم انزل واتكلم وبتاع. فطبعا الظروف والعيال والاولاد والمدارس ومن الدرس ده من الدرس ده، مدرس ده رايح ومدرس ده جاي، فما بتبقيش فاضيه ان انتي تعملي حاجه في البيت. فطبعا يا حبايبي يعني هتقولوا لي انت مش بتطبخي، طبعا بطبخ وبعمل. بس بصراحة يعني الحاجة بتجيلي سهلة من غير التصوير ومن غير اي حاجة، بيبقى غير ما انت بتعملي اكلك في بيتك في ايه على طول بتعمليه. لكن التصوير طبعا كلنا طبعا اللي عنده طبعا قنوات يا حبايبي بيبقى عارف ان التصوير ازاي بياخد وقت، بياخد وقت وبياخد منتجة، وبتبقي عايزة تتكلمي عليه، وبتبقي الصوت ومش الصوت وكل ده بتاخد وقت، غير ما بيكون عندك يا حبايبي بتطبخي من غير. حطيت حبة دقيق يا حبايبي اهو في الطبق، وهسيبها بس ترتاح شوية عبال ما ايه مسيح بقى السمنة، ونحضر بقى الصينية بتاعتنا. طبعا دي اللي لازق في ايديا، بنضف ايديا طبعا من العجين.
هروح اغسلها بقى وهشوف بقى اجيب ايه الصينيه يا حبايبي. وعشان ايه الرخامه عندي، الرخامه عندي طبعا صغيره بتاعه المطبخ، عشان انا عندي المطبخ صغير يا حبايبي زي ما انتم شايفين. بوريكم العجينه من بعد ما ارتاحت. بقول لكم بصوا، هنحط طبعا سيحت السمنه، سمنه بلدي دي يا حبايبي اهو يا حبايبي. طبعا وحطيت الصينيه ديت عشان خاطر افرد عليها. بصراحه ربنا يا حبايبي مفيش احسن من الطبليه ومن النشابه. مفيش كان الزمان ده اللي احنا نحط سمنه ونفرد بيها والكلام ده، مفيش الكلام ده. كانت امي نجيب بقى ايه، تقعد بقى على الطبليه وتجيب بقى النشابه والطبليه تبقى كبيره وتفردها. تفرد بقى طبعا الفطيرايه بطول. مش وقتكم يا جماعه والله العظيم. انا بقعد محدش بيعبرني، واول ما امنتش فيديو ولا اعمل حاجه الاقي التليفون دوت ما شاء الله كله يرن. يا اللي بترنوا اصبروا شويه. فطبعا يا حبايبي زي ما انت شايفه بتعمليها كده وتطلعيها وتورقيها. طبعا الصينيه برضو حاساها اللي انا مش واخده برضو راحتي فيها. قلعت الدبله حسيتها اللي هي بتنتش العجينه. فقلعتها. طبعا بتجيبي طبعا سمنه وتفردي بيها الاول بقى يا حبايبي والله العظيم. ولغايه دلوقتي طبعا الارياف وجميع الناس بتعملها، بس انا ما عنديش بقى ايه الطبليه. ورحت فردت على الصينيه. الطبليه بصراحه ربنا بتقعدي بقى وتجيبي النشابه وتفردي، بتملي بيها الطبليه كلها كده ولا تتقطع ولا بتبقى ايه، وتبقى جميله بصراحه ربنا. وكانت امي تعملها لنا كده بتفرد بيها كل الطبليه وتاكلي احلى فطير جميل ومورق وحلو جدا. بس برضو ايه يعني اتقطعت مننا عادي عادي، لو اتقطعت منك عادي اعمليها ما جراش اي حاجه. انت كده كده بتورقيها وتخليها زي ورقه السجاره كده وافردي. افردي فيها وحطي، افردي فيها وحطي، ومش هتجرى لها حاجه حتى لو اتقطعت منك. يعني عادي، مش شوفي تقولي ده اتقطعت منك عادي. كل ده هيتلم، هنلمها وهنحطها برضو في الصينيه زي ما انتوا شايفين، وهنسيبها ترتاح. وهعمل واحده غيرها وفي الاخر اسيبهم يرتاحوا خالص. وبعد كده يا حبايبي هنعملهم. وكان بيبقى احلى فطيره على الطبليه. تصدقوا ان انا عايزه اجيب طبليه تاني؟ انا كانت عندي بصراحه واتكسرت. لما اتكسرت ما جبتهاش تاني. فبصراحه كانت نافعه والله. كنت بعمل عليها الفطير، اعمل عليها مخروطه. كل ده بنعمله يا حبايبي. والحاجة في البيت بتاع ايه، وفي الشتاء يعني اي حاجة بتعمليها بتتاكل. بصراحة ربنا حاجة الشتاء جميلة جدا. لو كانت المخبوزات او مثلا فطير كسكسي المخروطة، الحاجات دي كلها بتبقى جميلة جدا. بدل الايام دي ما بتشتري، وانتوا عارفين الجو ده كله بقى دلوقتي في ميكروب وفيروس وربنا يعافينا. والله كل الناس واخدة دور البرد والكحة، واكترتها الاطفال الصغيرة. ربنا يسترها علينا يا رب ويعافيهم. وربنا يشفي كل مريض ويشفينا يا رب. والله مش عارفة، ولو واحد عندك خد دور البرد والله العظيم كله بياخده. يعني انا بنتي خدته جابتهولي، يعني كلنا في البيت واحد ورا واحد كده يعني كلنا. وانا ما عنديش مناعة بسبب العملية اللي عملها في مناخيري طبعا يا حبايبي. فكان الدكتور بيحذرني اوعي يجيلك برد، اوعي يجيلك بتاع. بس ده قدر والله العظيم. حتى لو مخبية نفسي في يعني زي ما بيقولوها كده في او في ازازة يعني القدر لازم هتاخديها لان احنا كلنا نفس واحد في البيت وكله. فلازم يا حبايبي هتاخديها. فعلى قد ما نقدر يا حبايبي اني نخلي بالنا بس من الاطفال بتوعنا الصغيرين اهم حاجة. لكن ولاد المدارس يعني ربنا يعيننا والله العظيم، لان احنا بيبقى طبعا قايمين الصبح من على يدوبك من تحت البطانية عقبال ما بنحضر طبعا اكل للمدرسة وبنصحي وبنودي. وانا ابني ما بيمشيش حتى لو انا تعبانة، ما بيمشيش من غيري يعني مش مع بيروحش مع اي حد. حد هيقول لي طب ليه انتي مش معوداه ان هو يمشي وحده؟ هو من مصغره متعلق فيا، فما برضاش يروح من الا من غيري يعني. كان الاول يعني ينزل، دلوقتي ما ينزلش خالص. حتى لو تعبانه باجي على نفسي ولازم بوديه. طبعا دي انا فردتها اهوت مليت بيها الصينيه وطبقتها زي ما انتوا شايفين. وطبعا يا حبايبي والله انا عايزه ما تعبانه برضو وعملت، كانوا هم برضو عايزين فقلت لهم لا ما تروحوش ولا تجيبوا،
انا هقوم اعمله كده ايه، هسلي نفسي طول ما انا قاعده. وطول ما انتي قاعده تعبانه على السرير تحسي ان العيا بيزيد زياده. فانتي يا حبيبتي طول ما انتي تعبانه يعني ما تستسلميش. الاستسلام بتحسي ان انتي تعبتي زياده، يعني ما تناميش، جالك دور برد، جالك دور تعب. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ويشفينا ويشفي مرضانا يا رب. ما تستسلميش للعيا. يعني كل ما بتستسلمي كل ما العيا بيزيد عليكي. انا هنا طبعا حطيت يا حبايبي حبه سمنه كده في ايديا، وفردت بيهم الصينيه زي ما انت شايفه كده. وهي كل ما بترتاح كل ما بتلاقيها فردت ايه، يعني نفسها كده مره واحده، يعني مش بتفرد على طول معاكي كل ما بترتاح. فطبعا يا حبايبي احنا لما بنستسلم العيا بيزيد علينا والتعب وبتاع. واهم حاجه يعني طول ما انت عندك برد فتحي، ما تقوليش انا بردانه وتضغطي وتنامي وبتاع. لا احنا طبعا معاكي طبعا طبعا حاجات دافيه تشربيها اهو يا حبايبي. عملت ال3 صواني وسبتهم ترتاح زي ما انت شايفه كده. معنا حاجات دافيه تشربيها، طبعا بتاخدي علاجك. تقومي الصبح تفتحي الشمس بتاعت الصبح دي بتبقى جميله جدا. طبعا يا حبايبي شمس الصبح بقول لكم بقى الجبنه بقى بتاعت بلادنا بقى ايه. طبعا كانوا مش عايزين عايزين عسل، قالوا لا مش عايزين، احنا هناكلها بجبنه قديمه. فطبعا يا حبايبي قطعتها اهو. والشمس يا حبايبي لازم تقومي من النوم تفتحي الشبابيك عشان النفس اللي انتي قاعده بيه طول الليل يخرج كده ويدخل لنا كده ايه، حبه هوا كده حلوين بتوع الصبح دول. كانت سخنه يا حبايبي، عماله اقول لكم سخنه مش قادره امسكها. بس والله يا حبايبي كان جميل جدا جدا، وكان حلو قوي بالجبنه القديمه. عايزين عسل؟ قالوا لا مش عايزين. زي ما انتوا شايفه بقول لكم تحطوا لايك، حطوا لايك يا جماعه من حلاوه الفطير وجماله. اهو كانت بنتي واقفه ورايا، هات يا ماما دوقه. كان طبعا سخن مش قادره امسكها لسه. فضيت الصواني على بعضها وغسلتها طبعا بالحاجه اللي طلعت من بعد الفطير. هي بتكلمني ورايا اقطعي لي ادوق، قلت لها دي سخنه مش قادره اعملها وبدهو بديها. هنا بقول لكم يا حبايبي بنتي عايزه تدوق، وكان احلى فطير يا حبايبي. بس يا رب يعجبكم ويعجبكم الفيديو. ما تنسونيش في كومنت حلو منكم ولايك وشير يا حبايبي، عشان خاطر اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو، اللايك مش بفلوس. ويلا يا حبايبي ولو عجبكم الفيديو نصلي على النبي ونقول ايه، سلام سلام يا قلبي.